بالنسبه للناس اللي بتسال عن التظلم وهل فعلا لو عملت تظلم هتاخد درجات ولا لا، فانا عن نفسي ما جربتش، انا ما عملتش تظلم، لكن سالت ناس عملت تظلم وقالوا لي بنسبه 90% مفيش اي غلط في تصحيح البابل شيت، الغلط بيكون في المقالي. يعني ممكن يكون في مقالي ما اترصدش، ممكن يكون المصحح منقصك مقالي مثلا وانت اصلا حالي الاجابه مثلا في معنى السؤال. طبعا لان الاسئله في ثانويه عامه لو هي مثلا اسئله ليها علاقه اصلا بالانجليش او العربي بالذات بتبقى اسئله رايك انت، يعني مش كلنا نفس الاجابه، تمام، ما بتبقاش اجابه واحده. عكس مثلا الكيمياء والفيزياء والاحياء او المواد التانية، لا المقالي بيكون ليه اجابه واحده، تمام. فانت لو متاكد فعلا ان انت ليك درجات في البابل شيت او في المقالي، وبالنسبه الاكبر هتكون في المقالي، روح اعمل تظلم. لكن مثلا ما تبقاش حاسب مثلا ان انت هتجيب 50 لقيت نفسك جايب حاجه و40، لا. واعتقد اصلا لو انتوا كنتوا مثلا حاسبين 50 وجايبين حاجه و40 ما كنتوش هتعملوا تظلم. انا شايفه الناس اللي راح تعمل تظلم دي الناس اللي مثلا بتبقى حاسبه ان هي تقفل الماده تلاقي نفسها جايبه 30، او انها اصلا تلاقي نفسها شايله الماده، فدي حاجه غريبه فعلا، ده انت من حقك تروح تعمل تظلم. ولكن يعني افرض ان انت رحت لقيت ده حلك فعلا، ايه هيكون ردة فعلك؟ فبالله عليك اتاكد كويس جدا 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 من الاجابات قبل ما تروح عشان ما تدفعش فلوس على الفاضي. اعتقد الماده ب 300 جنيه، يعني اللي ما غليتش ده كان ب 300 جنيه، انا سالته كان عاملها ب 300 جنيه كذا حد يعني. فروحوا وخدوا حقكم لو انتوا فعلا ليكوا درجات، لو انتوا متاكدين. لكن اللي هو مجرد شك اللي هو انا حاسس، لا مفيش حاجه اسمها انا حاسس. فعلا الناس اللي بيكون لها درجات بتبقى متاكده ان انا ليا درجات، تمام. وغالبا بيكون في المقالي لو طلع فعلا ليك درجات، او مثلا طلع المراقب طلع المصحح منقصك حاجه في المقالي، بتكتب ملحوظه اللي هو لا انا ليا، اللي هو انا كتبت الحاجه دي صح او حاجه، بتكتب ملحوظه يعني على اللي انت شايفه صح، اللي هو ليه منقصك في المقالي ده، تمام. لكن قالوا لي بنسبه 90% البابل شيت كان فعلا حلهم، وهم بقى كانوا مراجعين من مصادر غلط. فلحد دلوقتي انا ما اعرفش نماذج الوزاره نزلت ولا لا، فطبعا لو نزلت ده المصدر الاول والاخير ليك، فراجع منه قبل ما تروح الاول. لو لقيت نفسك فاكر الاجابات كويس قوي وهي متطابقه مع اجابات الوزاره، ولقيت نفسك مثلا جايب درجه اقل من انت حاسبها، فروح اعمل تظلم وان شاء الله هتاخد درجه.